اكتريه الشباب دلوقتي عايزه تعمل مشروع تكسب منه في نفس اليوم. انا النهارده عملت مشروع اكسب منه في نفس اليوم. طب انا هديك يا باشا دلوقتي مشاريع تكسب منها في نفس اليوم. لو اشتريت حاجه في نفس اليوم تكسب من المشروع دوت. يعني انت دلوقتي لو معاك مثلا 200,000 جنيه او 50,000 جنيه او 20,000 جنيه 18,000 جنيه، تمام، هخليك يا باشا تعمل مشروع تكسب منه في نفس اليوم. ايه هو المشاريع ديت؟ المشاريع يا باشا زي مثلا حضرتك تقدر تجيب موتوسيكل ب 18,000 جنيه مستعمل وتشتغل اوبر او اندرايفر او طلبات او توصيل طلبات لاي حد. ده مشروع اهو بتكسب منه في نفس اليوم. يا دوبك معاك 18,000 جنيه بتروح تشتري موتوسيكل مستعمل، تمام، او قسط حتى، وبتشتغل في نفس اليوم. بتعمل ابلكيشن وبتشتغل في نفس اليوم وبتدخل لك ربح. واحد دلوقتي هيقول لي ده مشاريع ما بتكسبش وما بتعملش. لا حضرتك، انا اشتغلت وجربت بنفسي وعامل فيديو هنزله لك بعد الايه، بعد ما يعني بعد ان شاء الله ما اخلص هنزله لك على طول تشوف فيديو فعلي على شغل. تمام، اشتغلت في مدينه نصر وجبت موتوسيكل. انا جبت موتوسيكل مخصوص عشان انزل يعني ايه اجرب التجربه بنفسي وانقلها لحضرتك وانت قاعد. تمام. طيب ايه تاني المشاريع التانية؟ المشروع احنا قلنا يبدا من 18,000 جنيه لحد مليون جنيه. تقدر حضرتك برضو تجيب عربيه وتشغلها اوبر، تمام، او اندرايفر او ديدي. تقدر حضرتك تجيب ميكروباص وتشغله. دي المشاريع اللي مكسبها سريع. مكسبها سريع، مش محتاج ان انت تعمل بقى قاعده عملاء، ومش محتاج ان انت، لا، انت على طول بتجيب المكنه او العربيه او الميكروباص وبتشتغل على طول للشارع. تمام. طبعا المشاريع ديت جميله وكل حاجه، بس ما فيهاش طموح لقدام. يعني انت، او ممكن يبقى فيها طموح للناس اللي عايزه تشتغل بدل ما يكون عنده عربيه يبقى عربيتين، يبقى 3 4، بس بتبقى قليله قوي. لان الشغل دوت كل يعني ايه، كل يعني 90% من الشعب بيفكر فيه وعمله. لا، فاحنا بنحب نفكر خارج الصندوق. بس انا قلت لك برضو حاجه تكسبك سريع. يعني لو حضرتك ايه عايز تكسب على طول بسرعه، ما عندكش وقت ان انت تنتظر. تمام. تعالوا بقى نشوف الفيديو اللي انا نزلت عملت التجربه بالموتوسيكل، وشوف كده انا كسبت كام والدنيا فيها ايه. النهارده نزلت قلت اجرب شركه اوبر ونشوف بقى هل فعلا الشغلانه دي فيها فلوس ولا لا. زي ما حضراتكم شايفين كده ابتديت اللي انا اشتغل، وفعلا عملت ابلكيشن وتوكلت على الله ونزلت. اول رحله خدتها لمدينه نصر، بعد كده عملت 5 رحل بالظبط في مدينه نصر. صدقوني الرحله كانت بتيجي رحله ورا رحله، رحله ورا رحله. عملت بالظبط 132 جنيه على الابلكيشن، لكن بالبونص، او بالمعنى الاصح مش بالبونص، بالتبس او البقشيش، عملت لي بتاع حوالي 175 جنيه بالظبط. ركز معايا، انا هنا بقول لك ايه، بقول لك ان انا عملت حوالي 175 جنيه او 170 جنيه في ساعتين ونص. يعني في ال5 ساعات ب 340 جنيه. يعني بعد كده هتقعد على اي قهوه تشرب كوبايتين عناب وشندوتشين فول، بعد كده تطلع تكمل 5 ساعات تاني. اشتغلت وقمت عامل بفضل الله في خلال ساعتين ونص عملت حوالي 175 جنيه بالظبط. لو شلنا منهم 25 جنيه بنزين للمكنه هتلاقي ان انا عامل صافي 150 جنيه صافي في ساعتين ونص. حضرتك لو حسبتها كده اهوت، وخلي بالك كمان انا ايه، في حاجات كتير قوي ما عملتهاش. ان انا مثلا ما باخدش رحل طويله لان انا مش متمكن قوي من المكنه. دي اول حاجه، ما باخدش رحل طويله، باخد الرحل اللي على قد كده اهوت. يعني ايه الرحل الصغيره اللي جوه مدينه نصر. لقيت نفسي زي ما ذكرت قبل كده عملت 150 جنيه في خلال ساعتين ونص. لو حضرتك حسبتها كده واشتغلت 8 ساعات، انا بقول لك يعني مش اقل من 500 جنيه حضرتك هتعملهم. خلي بالك انت لسه شاب ولسه تقدر تشتغل، وتصدقني تقدر اللي انت تشتغل، وتحاول اللي انت ما تتكئش على حد. النهارده اللي انت مسنود عليه مش هتلاقيه بكره. خلي بالك لازم تعتمد على نفسك، ولازم تشتغل، ولازم تتعب وانت صغير عشان تستريح وانت كبير. لانك لو ما تعبتش وانت صغير صدقني هتتعب وانت كبير. مش بس كده، وهتتعب كل اللي حواليك. خلي بالك وركز، لازم تشتغل ولازم تتوكل على الله. تحياتي للجميع.